اليوم ألينا راحت ويا جدها للمستشفى يريد يسوي عملية، وأني وحدي باقي بالبيت وعندي أشغال كوما. دا أحاول أبيع البيت ذاك الثاني اللي كملته، والشقة الثانية ذيك مالتي ما مستخدمهن، والسيارة دا أحاول أبيعهن كلهن بهذا الشهر. بس هاي المشكلة معتز بيها، بس لازم أبيعها. راح تقولوا لي ليش تريد تبيعها؟ لأن أريد أغادر روسيا بأسرع وقت. راح تقولوا لي ليش تغادر روسيا بأسرع وقت؟ هسه أسولف لكم بالستوريات الجاية. بكل صراحة العيشة صارت صعبة كلش هنا، ما تنطاق، رغم إنه أني كلش ما أريد أعوف روسيا وما أرتاح بمكان ثاني غير روسيا، بس صارت صعبة على الروس وعلى غير الروس. حتى اللي عنده يعني ميزانية قوية وكذا ما يقدر يعيش هنا. ليش؟ الأسعار كلها ارتفعت، كل شيء، أكل، مواد غذائية، ما أدري شنو، كل شيء شنو اللي ببالكم ارتفع السعر مالته. يعني أبسط مسواق أروح أجيبه هيك حلويات للجهال، شغلات بسيطة، ما أدري طماطم، بتيت، هاي السوالف، أقل شيء $100 تصرف. هاي عوداني يعني عايش بمدينة عادية كلش، ما عايش بموسكو والمدن ذيك السياحية والمتطورة وهيك شيء. فكلش صارت صعبة العيشة. ضرائب صعدوها، القوانين نزلت جديدة. تخيلوا يعني قوانين ما ادري ايش اقول عنها، بس مثلا ممنوع تسوي اي اعلان على الانستغرام والا غرامة ما يقارب ل 80 ورقة او 90 ورقة، يعني $9000. ممنوع تسوي اعلان الاي في بي ان، نفس الشيء غرامة 80. كذلك ممنوع تسوي اي اعلان الاي في بي ان والا غرامة همنا بحدود ال 8000 الى $9000 تقريبا. ليش؟ لان تعرفون انه بعد الحرب صار حظر على كل الماركات العالميه ومواقع السوشيال ميديا هنا بروسيا كلها ما تشتغل، لا يوتيوب ولا انستغرام ولا فيسبوك. يعني تخيلوا ستوري اذا اريد انزله بحدود 10 دقائق ربع ساعه يلا ينزل. طبعا هاي مع الفي بي ان، لان بدون في بي ان كل شيء ما يشتغل. واكثر الفي بي انات اذا مو 95% منها فاشله وما تشتغل هنا. بالاضافه الى الخرائط تشويش عليها، الانترنت على الخط ما يشتغل تقريبا طول اليوم، يعني كأنه ما عندك اي انترنت على الخط، لو بالبيت على الواي فاي وهمنا لازم في بي ان وهيك شيء يلا يشتغلن، ها قول يا الله. لو ماكو على الخط انترنت ماكو، مرات يجي ومرات ما يجي. يعني خاصة انا صانع محتوى، اريد انزل ستوريات، اريد اسوي اعلانات، ماكو كل شيء ما اقدر اسوي. فتخيلوا حياة صانع محتوى بدون يوتيوب، بدون انستغرام، بدون فيسبوك، بدون تيك توك، بدون واتساب، وما يشتغل اي شيء الا على الفي بي ان، وما يقدر يسوي اي اعلان. ويعني والله ما ادري شلون اوصف لكم اياها. والفي بي انات كلها ما تشتغل، وينزل ستوري يلا ورا 15 دقيقة يلا ينزل، وتعب وضرايب. فش اللي بهالدوخاني؟ يعني خل على الاقل لحد ما تستقر الاوضاع، لحد ما بلكت تنتهي هاي الحرب، لان يعني عمت على الكل. وحتى يعني اذا سويت لنفترض سويت اعلان او شيء، الفلوس ما تقدر، ما اقدر اسحبها هنا روسيا، ماكو اي طرق تحويل، كل شيء محظور. يعني حتى الماركات العالميه، المطاعم العالميه هذول زارا، بيرشكا، ما ادري شنو، ذني الماكدونالدز، كي اف سي، كلها محظوره هنا، ماكو. يعني سووا بدال اكيد، يعني هسه مو فد مشكله، بس بكل الاحوال صعبه. يعني مو بس علي، على الروس كلهم صعبه هاي الحياه، والضرائب من عدا هاي الاشياء. فلازم نغادر، وعندي خيارين، يا اما دبي يا اما العراق. دبي اقدر اروح لها واقدر احصل على الاقامه الذهبيه كذلك، فما اعرف صراحه. جماعتي والمتابعين دا يقولوا لي روح لاوروبا. شباب ترى اوروبا وضعها اسوء من الدول العربيه ومن روسيا همينه كذلك. ليش؟ لان يعني خاصه انا عندي اطفال، واوروبا مليانه الوان وحشيش بالشوارع يبيعونه، ومخدرات وما ادري شنو من هاي السوالف. وانا اريد اربي اطفالي تربيه زينه. انا بروسيا قليل كلش هاي الاشياء. عبرت على سكه القطار مال المترو. المهم، فهاي الاشياء كلش قليله هنا بروسيا، لان هنا بروسيا هم يعني خاصه المدن الجنوبيه مو العاصمه وهيك شيء متشددين، يعني هم يحافظون على اطفالهم، يحافظون على هاي ويهتمون بالاطفال. مو مثل اوروبا ذات تحكي حكايه ويا ابنك قبل ياخذوك للسجن. هنا لا، شايفين امهات الروسيات نفس العراقيات بالصونده والله، واذا يجون الشرطه تلزم الشرطه بالصونده. فليش انا احب هنا؟ لان تقاليدهم وعاداتهم وهاي نفسنا. والله مو حرام هذا البيت ينباع. تخيلوا ركن على 3 شوارع. الحمد لله. شفتوا يمكن مصور لكم اياه. المهم جاي نشريها هسه بالطريق، دا اشوف لهم. ايش بسرعه طلعت هن، صار قد ما جاي هنا.
البارحة جيت. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بيت اللي ما ساكن بيه. هذا المطبخ، يعني خل اشغل الأضوية. هذا الحمام، شوف شلون ترتيب، شلون عدلته، شلون سويته. وهاي شباك على طول الدرج. راح تقول ليش ما تسكن هنا وتبيع ذاك؟ برأيي ذاك احلى من هذا. لا تقنعوني رجاء. هذا المفروض كانت غرفة ايتوني، وهاي غرفتي، وهذيك غرفتنا مال النوم. هنا الدريسنج روم، هنا الحمام والطابق الثاني. وهاي هنا المنظر على الخارج. شو المكان يخبل؟ هذا اهم ستوري ينزل اليوم. سمعوا هواي يدزوا لي رسائل: مصطفى كنا ناوي نجي ندرس بروسيا وكذا وغيرت راينا وبعد ما راح نجي روسيا. حاليا ماكو دعوات دراسيه، وحتى لو اكو دعوات دراسيه ما انصحكم تجون هسه. انتظروا تنتهي الحرب، تنتهي هاي العقوبات، تنتهي سالفه الضرائب وارتفاع الاسعار، يلا تجون. لان روسيا خيار جدا 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 انصح به. الشعب الروسي شعب يخبل، ويعني اتمنى عمري 10 سنوات وجيت هنا روسيا، لان راح تعيش الطفوله والمراهقه والشباب كلها تعيشها هنا. الشعب الروسي ما يستاهل اللي دا يصير بيه، اقسم بالله. يعني كلش طيبين. يعني اللي عايشين بروسيا يعرفون اللي دا احكي. تخيلوا صار لي 10 سنوات بروسيا، ما في يوم احد قال لي انت عربي وانت كذا وليش عندك جاي هنا وما ادري شو من هاي السوالف. ما راح تشوفون هذا الشيء نهائيا. والقانون كذلك يمشي على اكبر واحد. اذا كنت هندي، كنت روسي، كنت ياباني، غصبا على الكل يمشي القانون. فجدا انصح. تخيلوا اني اسافر مرات، اروح لاي مكان، اروح العراق، اروح لاي مكان، ما اقدر. اشتاق لروسيا، اشتاق لبيتي. ما اعرف لين بيتي، لين ما اعرف، بس اشتاق. يعني لما ارجع هنا ادخل روسيا، يعني الحمد لله وصلت روسيا، اشتاق لها، ما اقدر بدونها. فيعني ما ادري شلون راح اعوف روسيا وشلون راح اطلع من عندها. يعني اكثر من مره قررت انه اعوف روسيا واطلع واغادر بس ارجع. فقرار صعب، بس هالمره يعني الموضوع جاد، لان لازم بعد ما منها. شنو ما اقدر انشر، شنو ما اقدر اسوي اعلان، شنو كل شيء ما يشتغل. شنو اليوم